حاليا انا موجود على محور الماسة، على ايدينا الشمال منطقة حدائق الشعب، والميدان اللي قدام حضراتكم ده كده الميدان الرئيسي تقاطع محور الوزارات مع محور الماسة اللي احنا ماشيين عليه قدام حضراتكم. ده كده بدأ يظهر الحي المالي قدام حضراتكم كده في الصورة. ده كده الحي المالي، وده الميدان الكبير تقاطع محور الماسة مع محور الوزارات. طبعا محور الوزارات لو انت جاي من طريق الدائري الاوسطي هتعدي على الار 1 والار 2 والار 3، وبعد كده هتنزل من تحت الطريق الدائري الاقليمي، وده كده مسار قطار كهربائي. وعلى ايدينا اليمين كده الحي المالي ومحطة الحافلات المركزية عند تقاطع الطريق الدائري الاقليمي مع محور الوزارات. ده كده قدام حضراتكم الحي المالي، بداية الحي المالي على ايدينا الشمال وعلى ايدينا اليمين، ومنطقة البنوك. طبعا كنا صورنا المكان ده اكتر من مرة. زي ما حضراتكم شايفين الطريق اترصف بالكامل، بدأوا في تخطيط الطرق. زي ما حضراتكم شايفين كده في حاجات كتيرة ظهرت في المكان الفترة الأخيرة. طبعا فترة رمضان ما صورناش تصويرات أي فيديوهات جديدة. ده يعتبر أول فيديو نصوره جديد بعد رمضان مباشرة. ده كده البنك المركزي المصري قدام حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين كده، البنك المركزي المصري، وبعد منه بنك مصر وبنك القاهرة، وعلى ايدينا الشمال زي ما حضراتكم شايفين كده ده كده البنك المركزي المصري. ده الميدان اللي كنا صورناه اكتر من مرة. بسم الله ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين المنظر على الطبيعة. وده كده برضو المنطقة الحي المالي، وقدام حضراتكم مكتب هيئة البريد، المبنى الخاص بهيئة البريد. ده كده بنك القاهرة، وبعد منه بنك مصر. هناخد الميدان كده وهنخش جوه الحي المالي، وهنروح عند حي الوزارات ونشوف الدنيا على الطبيعة وصلت لحد فين، علشان الناس اللي متابعينا اللي بيسألونا عن الفيديوهات الجديدة. زي ما حضراتكم شايفين كده ده كده البنك المركزي المصري قدام حضراتكم في الصورة. كل ده البنك المركزي المصري. طبعا البنك المركزي المصري في ظهره على طول حديقة لحد رئاسة مجلس الوزراء. وده قدام حضراتكم بنك مصر، وده بنك القاهرة. طبعا المنطقة دي كلها الحي المالي معظمه كله بنوك، وفي بعض المولات الموجودة في قلب الحي. زي ما حضراتكم شايفين الخرسانات اللي على ايدينا اليمين دي كلها مولات، ودي حديقة في ظهر البنك المركزي المصري ممتدة لحد رئاسة مجلس الوزراء. طبعا احنا كل ما بنيجي هنا المكان بنلاقي فيه حاجة جديدة، بنلاقي شغل جديد اتعمل. زي ما حضراتكم شايفين المنظر على الطبيعة. ان شاء الله هننزل الحي الار 7 نكمل جولاتنا، والار 8 طبعا احنا مقصرين فيها خالص. باذن الله تعالى الناس تنتظرنا من الاسبوع القادم، هننزل نكمل جولاتنا اللي كنا بنصورها قبل كده. معلش طبعا كان في تقصير الفتره اللي فاتت عشان رمضان، وبرضه كان معانا شغل فانشغلنا الفتره اللي فاتت دي كلها. ده كده مبنى بنك برضه من البنوك الموجوده، وده كيو ان بي قدام حضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين معظم المباني خلاص بنسبة 90% تعتبر المكان منتهي خلاص ومتشطب. زي ما حضراتكم شايفين ده بنك تنمية الصادرات. بعض المولات اللي كانت خرسانات برضو بدأوا يشطبوا فيها. فطبعا المولات اللي في الحي المالي هنا هتكون أول حاجة هتشتغل في العاصمة الإدارية الجديدة، لان طبعا الوزارات جنب منها على طول. الوزارات تعتبر خلاص خلصت، وفي وزارات نقلت كمان هنا في العاصمة الإدارية الجديدة. ده كده الشارع الفاصل بين منطقة الوزارات ومنطقة الحي المالي، منطقة البنوك. ده كده الشارع الفاصل قدام مننا. لو كملنا كده هنروح على منطقة الداون تاون. وده كده لو دخلنا في الميدان وطلعنا هنطلع على المحور الرئاسي او محور الوزارات. ده كده حي الوزارات على الطبيعة قدام حضراتكم عشان